سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. البدايه حتى على الفيديو هذا راح تكون شوي مغايره على الفيديوهات تاعي الاخرين. حبيت نهضر في واحد الموضوع اللي زعما كيما نقولوا مسني ياسر. حبيت نهضر عليه. أم، بالنسبه للقناه تاعي راح تشوفوني مانيش الوقت الاول كنت شويه ناشطه، ومن بعد هكا النشاط تاعي قل. راح نوضح لكم السبب تاعو انه المشاهدات ناقصة ياسر في القناة تاعي. بصراحة راكم ديجا تشوفوا في الفيديوهات تاعي ناقصين ياسر في المشاهدات، مع انه اني نتعب على هذه القناة، نحاول اني نحط لكم فيديوهات زينين، ما نحاولش نكثر الهضرة، ما نحاولش نطول في الوقت تاع الفيديو. راني نحط فيه 8 دقائق فقط، كاين يحطوا في 15 دقيقة هما يهضروا، انا نحط في 8 دقائق. نحاول اني نعطيكم معلومة ديراكت، نحاول اني نجيب لكم هكا كيما نقولوا حوايج مفيدة. بصح تفاعل ناقص ياسر، ما عدا انه في الباجة تاعي تاع فيسبوك فيها عدد هائل تاع المتابعين، ويخلوا لي تعليقات، يبعثوا لي الرسائل، اي حاجه نحطها يتفاعلوا معها. بصح هنايا في اليوتيوب ناقص التفاعل، حتى تعليقات ناقصين. شغل اللي يعلقوا وليت حافظتهم، وليت عارفتهم لدرجه انه وليت نعرفهم مليح. كي يعلقوا على الفيديو الأغلبية معناها ماهيش تعلق، تتفرج وتروح. والأغلب كي ندخل كيما نقولوا الإعدادات على القناة، نلقى الناس اللي مش دايرة اشتراك أكثر من الناس اللي دايرة الاشتراك اللي تتفرج. معناها اللي يتفرجوا أكثر ما همش دايرين اشتراك، هما الأكثر. حبيت نفهم انا المشكل وين، انك ديري اشتراك، ولا تخلي لي تعليق زين، ولا تخلي لي جيم، ولا تعليق، حتى تخلي لي تعليق تنتقديني فيه. انا متقبله كلش، مانيش معناها ضد التعليقات السلبيه، الحمد لله انا متقبله كلش. بصح حبيت نفهم علاش ما كاش تفاعل في القناه هذا برك. ان شاء الله تتفاهموني، ان شاء الله بعد هذا الهضره راح تعاونوني ياسر، لانه حابه صح قناتي تطلع. المهم ومن بعد هذا نبداو في الروتين تاعنا تاع نهار اليوم. اسمحوا لي الا كانت المقدمه شويه هكا عيانه. المهم كما راكم شفتوا هنايا، انا اول حاجه كيجيبوها لي الشكاير هذون تاع الحليب، نحب نغسلهم قبل ما نخبيهم في الجدار، لانه الريحه تاعهم تكون شويه ماهيش مليحه. ومن بعد هنايا كما تعرفوني، ديما اذا لقيت منتج رخيص وزين وهكا كيما نقولوا فعال، نحب نشارك حباباتي به، ما نحبش نبخل ولا وحده فيه. كما راكم شفتوا اليوم جبت لكم 3 منتجات، قصدي ثلاثه شامبوا وجلدوش وستيك. شوفوا البنات، هذونا راح تدعوا لي بهم، لانه اللي راح نحكيها لكم دركا راه حاجه كما نقول ما كاش حكيتها لكم من قبل، لانه ديما يجيب لكم لي برودوي هذونا الغاليين، وتكون الكونتي تاعهم شويه ونعرفوا باللي اغلب الجزائريين مش قادرين يشروا، لانه الدراهم ناقصه ياسر عند العائلات الجزائريه. كما راكم شفتوا جبت لكم هذا الشامبو. شوفوا يا البنات، وين اللي يجيب لكم حاجه كيما هذه؟ شامبو، قرعه تاع شامبو فيها ريتلا، وين اللي تجيبها لكم غيري انا، غير الجلفاويه. شوفوا البنات، هذا الشامبو تاع ريتلا 100 1000 مليلتر، هي 1 لتر. شامبو بدون برابان، بدون سلفات، فيه الكيراتين. صافي البنات اللي دايره شعرهم البروتين ولا كيراتين تقدري تغسلي به. كما راكم شفتوا هنا دورتهم القرعه باش تشوفوا 1 لتر. ما كانش لي كما يقولوا يبلعتكم فيه. حنعطيكم السعر وين تشروه وكلش. شوفوا قرعه كبيره كما قلت لكم، بدون سلفات بدون برابان، بالكيراتين. صافي اللي بنات اللي دايرين شعورهم السلف دايرين الكيراتين ولا بروتين يقدروا يشروه. هذاك يدير ب25 ألف الشامبو. بالنسبه للجل دوش هذا 750 مليلتر، صافي لتر غير شويه. كيما راكم شفتوا قرعه كبيره تغسلوا بها العيال كامل، ولا كي راح عروس وحابه تدي حاجه كبيره وما عندكش مدخول، ولا ما عندكش الدراهم باش تشري حاجه قاليه، هذايا روعه. وفوقها العطر تاع الكراميل. شوفي يا البنات، تغسلي به تقعدي هكا تفوحي، روعه روعه روعه. ريحه تاعو ديجا اصلا كي تبداي تغسلي فيه تقولي دركا نشربوا. وهذا القرعه الثاني الزوجه، ثاني عطر الكراميل. انا اللي عجبتني في القرعه الزوجه انه جايه فيها هذه العفسه، زعما تكوني ديري فيه ما يغبنكش انه يسيح لك كامل، تنحي بالكونتيتي اللي تحوسي عليها. ثاني هذا فيه 750 مليلتر، صافي ريتلا غير شويه. في زوج عطر الكراميل. كما قلت لكم الريحه تاعهم فتنه فتنه فتنه، وخاصه في فصل الشتاء، لانه فصل الشتاء نحبوا هذه الروائح الدافيه هذه اللي تحسك بالدفى.
شوفوا البنات، هذه كي تدخلي الدوش تقولي هذا القرعه دوكا نشربها، تحسي روحك هكا كتشمي في ريحه الكراميل، وخاصه اللي يشتوا هذه الريحه. كاين اللي ما يشتوهاش، بنكونوا صريحين، كاين اللي ما يشتوهاش، تقدروا تتفاداوها. وفيه شحال من ذوق، فيه من البنان، فيه من القارص، فيه من الفراز، فيه من الخوخ، فيه من البطيخ، فيه من كامل الاذواق. معناها تيا واش تشري اشري. بالنسبه لجل الدوش يديروا ب20,000، هذاك ب20 والاخر ثاني ب20. راني حاولت نوري لكم باش تقيدوا لا مارك. والحاجه الاخرى اللي هدرت لكم عليها ريكسونا، هذيك دير ب15,000 فقط. ودركا بعد ما كملنا حوايج تاع الكوسميتيك رايحين نروحوا الكوزينه، راح نعطيكم افكار. بالنسبه للحاجه اللي جربتها الوقت التالي ولقيتها حاجه مليحه وحبيت نفيدكم بها، وهو هذا الكسكس تاع الشاعر اللي مرسوم فيه هذه المراه اللي جايه متربعه ولا هي تفتل. الاسم تاعو نظن بريستوجوزا، هذا هو الاسم تاعو. يدير ب9,000 فقط مقارنة مع الطعام الاخر تاع السميد. هذا راه رخيص، راه باطل مع هذاك نعرفوه طلع راه في السماء ولا ب15,000 واكثر. المهم حاجة صحية وفوقها رخيصة. تعرفوني أنا ديما نجيب لكم الرخيصة والزينة. حبيت نوري لكم هنايا اللون تاعو كيفاه داير. جاي ماهوش مارون وماهوش باج. هنايا راه الكاميرا شويه موريت لكم اللون تاعو باللي فاتح، بصح في الواقع حتحسيه كانه مارون بصح كلاغ. الحاجه اللي ننصحكم بها قبل ما تبداو تخدموا فيه هي انكم تغربلوه، لانه نعرفوا الطعام كي يفتلوا فيه يستعملوا سواء هذاك السميد باش يفتحوا الحبات. هنايا هما مستعملين هذاك الثاني السميد تاع الشعير وفتحين به الحبات، بصح ما صفاوهش كما نقولوا، ما ما قربلوهش، داروه ديريكت في الساشيات. ما لا لازمك تغربليه باش تتخلص من هذاك السميد وباش يبقى لك الطعام وحده صافي. كما قلت لكم البنات هذا صحي وفوقها باطل. بالنسبه للحيله الزوجه اللي حابه نفيدكم بها، بالنسبه للمبتدئات اللي تكون تخاف انها تدخل يدها والطعام السخون كي تكوني تفوري فيه، انا لقيتكم الحل. جيبي هذه الفوي وتخدمي بها، تحل لكم الطعام تاعكم كامل على حبه، ما يبقاش لاصق كامل في بعضه. ما تحرق يدك، ما تخلي الطعام تاعك هكا كما نقولوا مكلص ولاصقين في بعضه. هذا يحلوا لك كامل على ضربه واحده. انا هذه الوصفه، قصدي هذه الفكره، عاونتني ياسر، لانه من النوع اللي ما نقدرش السخانه لهذيك تاع الطعام. كاين اللي موالفين هذيك السخانه تاع الطعام، اما المبتدئات الاغلب ما همش موالفين بالسخانه تاع الطعام ويحرقوا يديهم. ما لا هذه الطريقه جربوها، ماكم خاسرين والو. عندك فوي في الدار جربيها وردي لي الخبر، راح تعاونك واحد الطريقه تنحي عليك واحد الغبنه ما تنحكي لكمش. تحلوا له كامل على حبه، وثاني ثم تحلوا لك، ما تديش كامل الوقت. كما راكم نحاولت نقرب لكم التليفون باش تشوفوا الطعام تاعي كيف راه مفتوح على حبه، ما كانش هذيك حبه لازقه في حبه. المهم هذه الطريقه جربوها ومش راح تندموا. اكيد راح ترجعوا في التعليقات وراح تخلوا لي تقولوا لي رانا جربناها ونجحت وربي يحفظك. وهذا هو فيديو تاع نهار اليوم. حبيت من كل حاجه نحط لكم باش تدوا افكار. وما عليا دوك نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.